السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفايش الصعيدي. هعمله بطريقة سهلة وبسيطة وهيطلع لونه جميل، هيطلع هش وطري ومرتفع زي ما انتم شايفين، وهيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. الفايش ناجح جدا وما خدش اي وقت معايا خالص، ومن 4 كيلو دقيق عملت الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله. شكله جميل جدا، شكله بيتكلم عن نفسه، والفايش جميل ومقرمش زي ما انتم شايفين، ولونه جميل جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. يلا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة هنعملها هي الخميرة. انا عندي 4 معالق من السمسم ده ني، انا مشترياهم ب6 جنيه. وعندي البطرمان ده ازاز متعقم من جوه ومنشفاه من اي مية. وعندي كيلو من اللبن ده مغلي، اهم حاجة اللبن يكون مغلي والسمسم يكون ني. انا هدق السمسم بالهون زي ما انتم شايفين، انا مش عايزاه ناعم ولا مطحون، انا عايزاه يكون متكسر، فاستخدمت الهون ودقيته بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. انا هستخدم 3 معالق فقط من السمسم، والمعلقه هقول لكم هستخدمها في ايه. ده شكل السمسم بعد ما انا دقيته بالهون زي ما حضراتكم شفتوا. انا هضيف 3 معالق كبار من السمسم في البطرمان الازاز. اول معلقه ودي التانية، وهستخدم معلقة تالتة. فاضلة معايا معلقة زي ما انتم شايفين، هقول لكم هستخدمها في ايه. انا عندي المعلقة. هضيف دلوقتي كوب من اللبن المغلي، اهم حاجة اللبن يكون مغلي. انا هضيف تلتين، يعني هيكون تلتين لبن مغلي وهيكون سمسم، والتلت التاني هيكون فاضي علشان لما الخميرة تتفاعل معانا يكون في مسافة. هندوب السمسم مع اللبن كويس زي ما انتم شايفين. اهم حاجة اللبن يكون مغلي علشان الخميرة تتفاعل معانا وتختمر بسرعة. انا دوبت السمسم مع اللبن المغلي زي ما انتم شايفين. وعندي كيس صغير هغطي البطرمان بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنقفل عليه كويس، وهشيل اي زيادات من الكيس بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. انا قفلت البطرمان بالشكل اللي حضراتكم شفتوه، وبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا سبت تلت يكون فاضي والتلتين هيكون فيهم سمسم ولبن بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، علشان لما يختمر يكون في مسافة. انا هغطيها دلوقتي وهسيبها في مكان دافي لحد ما تتضاعف حجمها وتختمر، وهقول لكم هي خدت وقت قد ايه بالظبط. ده شكل الخميرة بعد ما اختمرت معانا. انا لما عملت الخميرة كانت الساعة 12 بالليل، ودلوقتي الساعة 2 بعد الظهر، يعني خدت وقت معانا 14 ساعة بالظبط، من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 2 بعد الظهر. وده شكل الخميرة بعد ما اختمرت معانا. ده شكلها بيكون السمسم طالع لفوق واللبن بيكون تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبيكون عمل تكتلات من فوق. انا هغطيه وهركنه دلوقتي على جنب، وهنبتدي ان احنا نعمل الخميرة التانية. احنا عملنا الخميرة الاولانية ونجحت معانا، هنعمل دلوقتي الخميرة التانية. عندي بولة ازاز، انا عندي كيلو من الدقيق. انا هستخدم ان شاء الله في الفايش 4 كيلو دقيق، هستخدم منه كيلو في الخميرة وال3 كيلو هنعجن بيهم. انا ضفت كل الدقيق زي ما انتم شايفين، ده كيلو كامل من الدقيق، وهضيف عليه دلوقتي الخميرة بتاعتنا. انا هوريكم شكلها دلوقتي. ده شكل الخميرة معانا بعد ما اختمرت. السمسم بيكون من فوق واللبن بيكون من تحت. هضيف دلوقتي مية دافية، كوب من المية الدافية.
اهم حاجة المية تكون دافية، ما ينفعش ان احنا نعجن الخميرة بمية سخنة، لانكم لو عجنتوا الخميرة بمية سخنة الخميرة مش هتختمر معانا ومش هتتفاعل وهتهبط مننا. هنعجن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هضيف كوب من المية تاني، مية دافية زي ما انا قلت لكم. انا هلم العجينة زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل العجينة وشكل القوام اللي انا عايزاه. العجينة سايلة زي عجينة الزلابية بالظبط. هنلم العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا استخدمت 2.5 كوب من المية، والمية كانت دافية زي ما انا قلت لكم. وهرش على الوش دقيق من فوق، وهغطيها دلوقتي باسترتش. لو مش متوفر الاسترتش هنغطيها بكيس مطبخ يكون نظيف، او قماشة تكون نظيفة بتاعة المطبخ. انا غطيتها زي ما حضراتكم شفتوا. انا هسيبها في مكان دافئ لحد ما تختمر وتضاعف حجمها. ده شكل الخميرة بعد ما اختمرت معانا وتضاعفت حجمها. بسم الله ما شاء الله، ما خدتش اي وقت معانا خالص، خدت تقريبا ساعة الا ربع بالظبط. وده القوام بتاعها. هنغطيها دلوقتي وهركنها على جنب. وعندي باقي كمية اللبن اللي انا عملت منه الخميرة. اللبن ده دافي، هضيف عليه 2 كوباية مية دافية. انا هعجن باللبن والمية حسب ما انتوا عايزين. لو عايزين تعجنوا بلبن بس ماشي، عايزين تعجنوا بمية بس برضو ماشي. انا هعجن بالاتنين مع بعض، هركنهم على جنب. وعندي حلة كبيرة هوسع مكان بس الاول. هضيف دلوقتي اللبن الدافي، وعندي 1 كوباية من السمنة و1 كوباية من السكر، وعندي 5 باكيتات من الفانيليا. لو مش متوفرة عندكم عادي ممكن تستخدموا المحلب. لو متوفر الاتنين يبقى هتحطوا الاتنين معلقة كبيرة من المحلب و5 باكت من الفانيليا. انا للأسف ما لقيتش عندي محلب فاكتفيت بالفانيليا زي ما انتوا شايفين. انا ضفت 5 باكت فانيليا كاملين. وعندي معلقة السمسم اللي انا سبتها في اول الفيديو، انا حمصتها على النار بدون اي اضافات. وعندي كركم. الكركم ده انا اشتريتهم ب4 جنيه ونص، هم حوالي 3 معالق كبار. هنشوفهم دلوقتي. عندي معلقة كبيرة وعندي معلقة تانية، ودي المعلقة التالتة، يبقى هم طلعوا 3 معالق كبار من الكركم. هضيف دلوقتي الخميرة. هوريكم القوام بتاعها الاول. هي كل ما بتقعد كل ما بتختمر زيادة زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، الخميرة ناجحة 100%. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله عليها، الخميرة ناجحة والقوام ده سر نجاحها. هضيف الخميرة دلوقتي. انا عايزاكم تشوفوا القوام بتاع الخميرة هو نازل على المكونات السائلة. شايفين بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وناجحة 100%. انا هضيف الخميرة كلها على المكونات السائلة زي ما انتوا شايفين. هنزل باقي الكمية. انا هستخدم ايدي دلوقتي لان انا هبتدي نعجن. هبتدي ان انا اعجن دلوقتي. هشيل المعلقة الاول وهستخدم ايدي. هقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما السكر وكل المكونات تدوب معايا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي.
وعندي 3 كيلو من الدقيق. انا كان عندي 4 كيلو من الدقيق، استخدمت كيلو في الخميرة وده 3 كيلو. ال3 كيلو انا حطيت معلقة الا ربع من الملح، وهضيف دلوقتي كيس من البيكنج باودر كامل. الوصفة بتاعتنا بتاعت الفايش مش هضيف لها خميرة فورية، هكتفي بس بالبيكنج باودر. هنقلب كل المكونات مع بعض. انا ما ضفتش الدقيق كله، هفضل اقلب لحد ما الدقيق يبتدي ان هو يختفي معانا، وهنزل بباقي كمية الدقيق. انا ما ضفتش كمية الدقيق كلها علشان يعني اشوف اذا كنت هحتاج دقيق تاني ولا لا، بس انا هستخدمهم كلهم دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا. هضيف باقي كمية الدقيق. يبقى انا استخدمت في الفايش 4 كيلو دقيق بالظبط. هقلب لحد ما الدقيق يختفي معانا. ده شكل العجين بعد ما انا عجنته. بسم الله ما شاء الله، العجينة جميلة جدا. انا ما ضفتش اي اضافات تاني. ده القوام العجينة اللي انا عايزاه. انا مش عايزة العجينة بتاعتي ولا تكون تخينة ولا تكون سايلة، انا عايزة القوام اللي انتوا شايفينه ده. انا هضيف دلوقتي كوب من السمنة. يبقى انا استخدمت 2 كوب من السمن، كوب استخدمته في المادة السائلة، والكوب التاني هلم بيه العجينة دلوقتي زي ما انتوا شايفين. هفضل الم في العجينة لحد ما السمنة تختفي تماما، يبقى الملمس بتاعها زي ما هتشوفوه دلوقتي. شايفين العجينة جميلة جدا ما شاء الله، والملمس بتاعها طري جدا ومش بتلزق. هضيف على الوش سمنة دلوقتي. وهغطيها وهسيبها في مكان دافئ لحد ما تخمر، وهرجع لكم باذن الله. ده شكل عجينة الفايش بعد ما اختمرت معانا واتضاعف حجمها. هي ما خدتش وقت معانا خالص، لان احنا دلوقتي في الصيف فالعجينة بتختمر بسرعة. عندي شوية من السمنة، وعندي الصواني بتاعتي دهناها دهنة بسيطة من الزيت، وهدهن ايدي من السمنة. وهبتدي ان انا اقطع الفايش. التقطيع ده حسب ما انتوا عايزين، لو عايزين الحجم كبير برضه براحتكم، عايزين الحجم الصغير برضه براحتكم، عايزين الحجم اللي انا عاملاه حسب ما انتوا عايزين. انا بقطعهم بالحجم الصغير ده. انا بقطع حسب حجم الصينية اللي قدامي. انا بقطعهم حجم صغير علشان بحط كل صينية بحط فيها 3، وحسب حجم الصينية قدامي. فيديو النهاردة كان سهل وبسيط زي ما حضراتكم شفتوا، وما خدش وقت معانا خالص. لايك وشير لو الفيديو عجبكم. العجينة سهلة جدا وبسيطة، وبتتقطع معانا بكل سهولة ومختمرة. انا عجناها عجنة كويسة. انا هضيف 2 في الصينية لان حجمها صغير. انا بقطع العجينة حسب الصواني اللي قدامي. ده شكلهم بعد ما قطعتهم. انا هكمل تقطيع زي ما انتوا شايفين. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ مش ملزقة خالص، وبتتقطع معايا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين ده شكلها بعد ما قطعتها. هقطع دلوقتي. انا بقطع حسب حجم الصينية اللي قدامي. انا بقطع حجم الصغير علشان هحط 4 دلوقتي، كل 2 على جنب. انا بقطع وبسيبهم يرتاحوا شوية علشان لما افردهم يتفردوا معايا بكل سهولة زي ما حضراتكم هتشوفوا. العجينة بتاعتنا جميلة جدا ما شاء الله. انا عاملة وصفات كتيرة في القناة،
اللي عايز وصفة يدخل يشوفها. وعملت العيش الشمسي الصعيدي، عملته بطريقة سهلة وبسيطة. وعملت العيش المصري او البلدي، عملته بطريقة سهلة وبسيطة. هسيب لكم لينك الفيديوهات في صندوق الوصف. ده شكل الفايش بعد ما قطعته وسبته يرتاح لمدة 5 دقايق فقط، علشان لما افرده يتفرد معايا بكل سهولة. ده شكله بعد ما قطعته. هبتدي دلوقتي ان انا افرده. هدهن ايدي من السمنة وهفرد العجينة زي ما انتوا شايفين، تتفرد معانا بكل سهولة علشان سبتها ترتاح 5 دقايق. انا بحط سمنة في النص علشان ما تلزقش لما تستوي. انا عملت المقارص الصعيدي، عملتها من اعادة تدوير الورق. اللي لسه ما شافش الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. هنفرد العجينة زي ما انتوا شايفين بتتفرد معانا بكل سهولة علشان سبتها ترتاح. انا هقطع كل الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شفتوا. انا قطعت كل كمية العجين زي ما حضراتكم شفتوا وفردتها. بسم الله ما شاء الله. الكمية دي كلها من 4 كيلو دقيق. انا هغطيهم دلوقتي وهسيبهم لحد ما يختمروا ويتضاعف حجمهم وهرجع لكم تاني. عجينة الفاش اختمرت معانا زي ما انتوا شايفين وما خدتش اي وقت معانا خالص، لان احنا في الصيف دلوقتي فالعجينة بتختمر بسرعة. بسم الله ما شاء الله. الفايش اختمر معانا بكل سهولة لان العجينة بتاعتنا كانت ناجحة. انا ولعت الفرن دي فرن انبوبة ومولعاها من فوق ومن تحت. الفرن دي انا بخبز فيها العيش الشمسي والعيش البلدي. هدخل فيها الفايش. انا موطيه النار من فوق ومن تحت لان الفرن دي بتسخن جامد. انا هستخدم الفرن وهستخدم فرن البوتاجاز دلوقتي. دي النار بتاعتها من تحت. انا هستخدم دلوقتي فرن البوتاجاز. انا مولعاها من تحت على درجة حرارة 170. انا عندي الفرن بتاعت البوتاجاز ما بتشتغلش شواية وفرن، بتشتغل فرن لوحدها والشواية لوحدها. فانا دلوقتي مولعة الفرن لحد ما يستوي وياخد لون من تحت. بعدين هطفي من تحت وهولع من فوق ياخد لون من فوق. انا خرجت اول صدين زي ما حضراتكم شايفين. اللون جميل جدا وهش وطري والريحة مش قادرة اوصف لكم. انا استخدمت فرن الانبوبة مولعها من فوق ومن تحت، واستخدمت فرن البوتاجاز مولعاها من تحت بس. اللي عجبني اكتر هي فرن الانبوبة. اللون بتاعه جميل جدا زي ما انتم شايفين. انا سويت كل الكمية في فرن الانبوبة. هوريكم دلوقتي الفرن اللي هي بتاعت البوتاجاز. اللون بتاعه ما عجبنيش زي ما انتم شايفين. هو هش وطري وكل حاجة بس اللون ما عجبنيش. اللي عجبني اكتر هو اللي كان في فرن الانبوبة. انا هسيبه لحد ما يبرد تماما. انا سبت الفايش لحد ما برد تماما زي ما انتم شايفين. الفايش طريقته سهله وبسيطه وما خدش وقت معانا خالص زي ما حضراتكم شفتوا، وطلع بالجمال اللي انتم شايفينه ده. اللون جميل جدا وطري وهش. بسم الله ما شاء الله عليه. من 4 كيلو دي عملت الكميه اللي انتم شايفينها دي. طري وهش ومرتفع بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. جميل جدا ما شاء الله. شايفين ريحته جميلة جدا ومخدش اي وقت معانا خالص. وعملت كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. هش وطري ومرتفع ومفهوش اي غلطة زي ما انتوا شايفين. جميل جدا ما شاء الله وريحته جميلة جدا. شايفين اللون جميل جدا وطري.
الفايش مستوي من بره ومن جوه واخد اللون الجميل من فوق ومن تحت. هنحمص الفايش دلوقتي بالطريقه اللي حضراتكم هتشوفوها. انا عندي الفايش بتاعه اهو. الفايش جميل جدا وطري وهش ولونه جميل ما شاء الله. هنبتدي ان احنا نشيل الوش اللي من قدام علشان لما اقطع الفايش يطلع معانا مساوي. انا مش هرمي اي زيادات، انا هحمص كل الفايش بالطريقه اللي حضراتكم هتشوفوها باذن الله. بالنسبه لتقطيع الفايش حسب ما انتوا عايزين، هنقطع الفايش بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. اهم حاجه السكينه تكون اللي هي مشرشره علشان يتقطع معانا بكل سهوله وما يتبهدلش مننا زي ما انتوا شايفين. طريقه الفايش كانت طريقه سهله وبسيطه وما خدتش اي وقت معانا خالص زي ما حضراتكم شفتوا، وعملنا كميه كبيره ما شاء الله من 4 كيلو دقيق. حجم الفايش حسب ما انتوا عايزين زي ما انا قلت لكم. انا قطعته بالحجم اللي انتوا شايفينه ده شكله بعد ما انا قطعته. هجيب صاج دلوقتي علشان ارص فيه الفايش. ده الصاج بتاعي. هنرص الفايش بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا رصيت الفايش في الصاجان زي ما انتوا شايفين. طبعا حجم الفايش حسب ما انتوا عايزين. انا بقطع حسب الفايش قدامي. هعمل واحده كمان معاكم. الفايش طريقته سهله جدا زي ما انتوا شفتوا وهش وطري وما خدش اي وقت معانا خالص، وبسم الله ما شاء الله. الخميره بتاعته كانت جميله جدا واختمرت بسرعه وما خدتش اي وقت معانا خالص زي ما انتوا شفتوا. انا كله ده عملته في يوم واحد، ما عملتش غير الخميره كانت قبلها بيوم، كانت الساعه 12 بالليل. انما باقي العجينه وباقي التخمير وباقي الفايش انا عملته في نفس اليوم، وان شاء الله الطريقه تعجبكم. انا قطعته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده شكله بعد ما انا قطعته. التقطيع حسب ما انتوا عايزين. جميل جدا ما شاء الله، واللون بتاعه جميل جدا على فكرة. اللون بتاعه تحفة بس مش ظاهر في الفيديو. هنرص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا قطعت الكمية كلها بنفس الطريقة ورصيتها في الصواني، وهدخلها الفرن علشان احمصها بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها. ده شكله بعد التقطيع. هوريكم الصاج التاني. ده شكل الصاج التاني معانا اهو. شكلهم جميل جدا ما شاء الله. انا سخنت الفرن بقالها ربع ساعة، ولعتها من فوق ومن تحت. الفرن دي فرن الانبوبة اللي انا بخبز فيها العيش الشمسي والعيش البلدي. انا مهديه النار من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين. هحط الفايش زي ما حضراتكم شايفين وهنقفل عليه وهسيبها لحد ما تاخد لون بسيط خالص. اهم حاجة النار تكون من فوق ومن تحت هادية زي ما انتوا شايفين. انا خرجت اول صاجين من الفرن بعد ما حمصت الفايش بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها. ده شكل الفايش معانا بعد ما اتحمص. شكله جميل جدا واللون تحفة زي بتاع الافران بالظبط، وما خدش اي وقت معانا خالص. اهم حاجة النار من فوق ومن تحت تكون هادية معانا علشان يتحمص بكل سهولة. انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. انا حمصت كل كمية الفايش زي ما حضراتكم شفتوا، وده شكله بعد ما انا خلصته. شكله جميل جدا ما شاء الله وما خدش اي وقت معانا خالص، واللون تحفة زي ما انتوا شايفين ومقرمش وجميل وهش جدا زي ما انتوا شايفين. جميل جدا ما شاء الله.
لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.